عشان تخلي الدكتور ينقذها، وهو بيكشف لها بتوري له كلمة محتاجة المساعدة عشان ينقذها من الواد اللي خاطفها. واول ما بيشوف الكلام ده بيخاف، والخاطف بيقول له طلع عندها ايه، وبيقول له مراتك كويسة وما فيهاش حاجة. والبنت بتتصرف وبتكون مستنية انه ينقذها، بس ما بيعملش اي رد فعل. وبعد شوية بيقعد على المكتب وبيكون مش عارف يعمل ايه، وبيسمعهم بيزعقوا مع بعض، وبيبص عليهم وبيلاقيهم بيتخانقوا، والبنت بتبص عليه عشان ينقذها، بس برضه بيكون جبان جدا. وبعد شوية بيجي ظابط وبيقول له صورة البنت، وبيسأله البنت اللي جات لك، وبيبص في الصورة وبيلاقي ان دي البنت لسه عنده المخطوفة، وبرضه بيكون جبان وبيقول له لا. والظابط بيقول له ازاي ده، انا عرفت انها جايه لك النهارده. وفجأة سمعوا صوت حادثة جامدة حصلت في الشارع، والدكتور بيخرج وبيقول فين ابني، وبيشوف ان ابنه متصاب، وبيقول له مين اللي خبطك، وبيشاور على الولد وبيقول له هو ده. والبوليس كان رايح يقبض على البنت البريئة، بس الدكتور اخيرا متشجع وبيوقفهم وبيقول لهم لا دي ملهاش دعوة، وده سبب الحادثة وهو كمان خاطفها. والظابط بيقول له عندك دليل على كلامك ده، وبيقول له في كاميرا مراقبة هنا. وفعلا بعد ما بيرجعوا الكاميرا وبيتأكدوا من كلامه بيقبضوا على الخاطف، والبنت بتشكر الدكتور عشان انقذها.